السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل البراونيز بطريقة من أنجح وأفضل الطرق اللي اتعلمناها. طبعا براونيز سوفت من الداخل وجميل وطعمه حكاية. معانا كيلو 600 جرام شوكولاتة خام بني، ومعانا 720 جرام زبدة، ومعانا 24 بيضة، و2 كيلو سكر وفانيليا طبعا. ومعانا 560 جرام دقيق، و400 جرام كاكاو، وكيلو 200 جرام عين جمل مجروش. وطبعا هنقول المقادير تاني، ركزوا معانا: كيلو 600 جرام شوكولاتة، 720 جرام زبدة، 24 بيضة، 2 كيلو سكر، و560 جرام دقيق، و400 جرام كاكاو، وكيلو 200 جرام عين جمل. والعين الجمل طبعا يكون مجروش مش مطحون. وطبعا هنبدأ الطريقة مع بعض ان شاء الله، ويا رب الكل يستفيد من الطريقة ويعملها صح. وطبعا لا تنسونا من دعمكم والاشتراك في القناة. هنبدأ الأول نعمل الشوكولاتة. هندوب طبعا الزبدة ونسيح فيها الشوكولاتة، او نعمل الاتنين على حمام بخار. المهم ان احنا نعملهم جناش. وطبعا هنبدأ نخلط الكاكاو مع عين الجمل مع الدقيق، كل الحاجات الضراي مع بعض، وهنقلبهم نمزجهم كلهم كويس مع بعض عشان يتجانسوا. وطبعا بعد كده هنضرب بقى السكر والبيض مع بعض سبونش لغاية ما يرتفع على أقصى درجة، أقصى ارتفاع، يعني كأننا بنعمل كيك. وهنبدأ ننزل بالجناش اللي احنا عملناها اللي هو الشوكولاتة والزبدة عليهم، ونقلبهم مع بعض. وطبعا آخر حاجة هننزل بالحاجات الدراي اللي احنا قلبناها مع بعض، اللي هي الدقيق وعين الجمل والكاكاو. وهنكون مجهزين معانا صاج 40 في 60، وصاج برضو نصه، يعني هما بالكمية دي بتعمل صاج ونص. لو عايز بقى تضاعف الكمية تخليها 3 صاجات، زي ما انت عايز، او عايز تقلل حسب الكمية اللي انت عايزها، ممكن تقسم. طبعا هنكون مجهزين الصاجات زي ما قلنا، رشينها دهنينها بالزبدة ورشينها بالدقيق. او انا طبعا لو عندك سبريه هترشها بالسبريه. وهكون مجهز الفرن بتاعك مسخنه، وتدخل على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة بالظبط، مش اكتر عشان ما ينشفش من الداخل. وطبعا هيطلع معانا احلى براونيز. هنقطعه بقى لما يبرد. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله. لا تنسونا من دعائكم، وطبعا دعمكم بالاشتراك في القناة. تحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم شعبان عوض.